نغال برجة بالدم دي الزاق من يجا تسيغينت رخدي من ربنيا ان البرج نعوينت لهنا 8 الحسين امزل الداد اللي الكمل بنين وكوكا نعوينت لهنا اسدوكاني مستكان اختر الزيفت هذا الداد اللي اختزيك توري انت انا ينغو كوكنا سمراوه اللي رديت تيوسكير اختزيك نقول ميمودنونا اللي كشمن غو غواسنا موران ومانتي السيدي السوي سيدي والفد 20 سيدي والفد 20 سنه اصلا فراد اللي ميكفى الجلال نقول لي دا محمد ويسلي 60 صر ربيع السنتين سي يقود اختزيك ستوري غصادا كليكم تدريم اللي سرديت تيوسكارا ما يوتين 850 مليون درهم. الحمد لله تم انجاز ارغصاد تسمى التوريغ سينو كوغنا غمراوه كوز ختمدا نوكوغنا تليكم قيسنا توري 40 غلميه قيت سنو كوغا اللي غنلغى الصدى وين عوينت لهنا عوينت لهنا. نشكر جلالة الملك على هذا الانتباه لان هذه القريه اللي هون خاصها بزاف الماء ولهذا نتمنى ان شاء الله الخير باش الفرشه المائيه تطلع. جزاكم الله عنا خير كاملين ونشكروا المهندسين اللي واقفين عليها وصاهرين على هذا العمل. اصلا فرد مينو كوغا دغيوانت نعوينت لهنا يقود ميكوتني وتسنسه غيغا منتي السيدي السوي او دوسيكتان ومن دوكلا وكوغا دا اللي راه تيوسكارا 48 مليون درهم اللي راه يسيمي تلقان المليون المتر ومن السوتلن. بالنسبه لهذا السد الحمد لله هو لا يرجع ياسر من الخير على الساكنه الحمد لله هو لا يعطي بزاف ديال بالنسبه لهذا الحسيان اللي وكحهم الماء وكل شيء لا يعطيهم ياسر من الحمد لله ولا يرجع ياسر من الخير على الكسابه وعلى الساكنه الحمد لله. هذا السد هذا هو الدور ديالو الفرشه المائيه تلطيف الجو، ثانيه استفاده الساكنه وخاصه الرحل منها توريد الماشيه. هذا هو الفائده ديال هذا السد. وكتعرفوا بان من هذه السدود بعض الدراسات العميقه اللي دارت هناتيا وجبرت بان التبخر عالي هناتيا. تعرفوا عنه هذا السد كاين سوتيران يعني تحت الارض. هذا اصلا فراد اللي اختزيك غصاد توري ارد تيوسكيرا استدريمتا انا قرت سكان نقول مودنونا او تغلفتا نسجد دي الومانه تغلفتا نوغنسا وكوغ اللي كشمنا غلم خاصاتي مزداغه نطمنطان وسزق